ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا كده وانا في رحلتي الاسكندرية اكلمكم في موضوع. هل في فرص تانية في الحياة؟ هل الانسان لو مثلا فشل في اي حاجة او ما قدرش يوصل لاي حاجة، هل في فرصة تانية؟ هل ممكن يصحح وضعه ويمشي على المسار الصحيح؟ انا الحقيقة يعني بسأل نفسي السؤال ده. اهلا بيكم معايا في القناة، والنهاردة فيديو جديد ان شاء الله ان هو يا رب يعجبكم، وخلينا نبتدي على طول. هل في فرص تانية في الحياة؟ طبعا في، بس للأمانة أنا اللي أنا مقتنعة بيه إن مفيش أحسن من إنك تنجح من الأول مرة من الفرصة الأولى. بتحقق ذاتك بدري وبتنجح بدري، بالتالي بيبقى قدامك فترة كبيرة تستمتع بيها باللي انت حقق. طبعا انا بتكلم عن فرص الدنيا، فرص الاخرة دي بتاعت ربنا، وهو اكيد فيه يعني الحمد لله ان فيه، بس انا مش هتكلم من الناحية دي يعني. انا بتكلم عن الحياة. الحقيقة القدر ده غريب جدا. يعني ما هو مقدر لينا في الحياة، انا بالنسبة لي علامات استفهام كتيرة، لان انا عارفة ان الفرصة بتيجي في جزء من الثانية، وتلاقي الدنيا مشيت فجأة، والفرصة دي تعيش عليها سنين. يعني ممكن هي اللي تفضل تعيش عليها سنين، هي اللي تعيشك، تفتح لك باب رزق، تفتح لك باب شغل. خليني اكون محددة واقول ان انا بتكلم عن رزق الفلوس. انا هتكلم عن رزق الفلوس، انا واضحة اهو، بتكلم عن رزق الفلوس. هل مثلا الانسان اللي اتولد في اسرة مش ميسورة الحال ممكن تبقى ليه فرصة تانية؟ وهل الإنسان اللي اتولد في 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 أسرة يعني ميسورة الحال، هل ده سبب يخلي الإنسان اللي اتولد في أسرة مش غنية يحس ان الدنيا ظلمته؟ طب هل الإنسان اللي لقى شغل ليه دخل كبير يكون محط حقد او كره من انسان تاني عنده شغلانة بيدخل منها دخل قليل؟ الحقيقة في مثل كده انا سمعته، اخاف انه يكون حقيقي يعني. حد من رواد الاعمال، حد من رجال الاعمال الكبار بيقول انه اذا عشت او اتولدت في اسرة فقيرة فده مش ذنبك، لكن لو عشت ومت وانت فقير فده اكيد ذنبك وغلطتك. يعني الكلام ده لو حقيقي انا هعيط الحقيقة. بس الكلام ده يدينا امل، والامل هو الحاجة الوحيدة اللي اقوى من الخوف. الامل هو اللي بيحرك الخوف مش العكس، والحمد لله ان الامل اقوى، شعور اقوى بكتير من الخوف، لان الخوف لما بيتملك من الانسان هيشله مكانه، في حين انه يقدر يعني ما عندوش مشكلة عضوية، لكنه هيحس بالشلل والعجز التام. انا واحدة من الناس مش مليونيرة، لكني ببص للمليونيرات، ما ببص لهمش بنظرة، يعني بحس انه اكيد هو عمل حاجة انا ما عملتهاش، او سعى في طريق انا ما مشيتش فيه، علشان كده بقى من المليونيرات، في حين ان انا مش منهم. لكني بشوف في مجال عملي اللي هما الناس اللي ممكن يكون مرتبهم مثلا او دخلهم اقل من مرتبي، بيتكلموا انه لا، في ظلم. بحس ان هم حاسين بظلم فظيع، بانه ليه هم في ناس بتاخد كل الفلوس دي وفي ناس يعني يدوب. انا عايزة اقول انه العبء النفسي واحد، لانه طالما انت ما عندكش 100 مليون 200 مليون في البنك، فانت عندك عبء نفسي فظيع، انك خايف من بكرة، مش عارف هل الفلوس اللي معاك هتكفيك، هل هتكفي اولادك.
طب عايزين نعمل حاجة للولاد وهكذا. فانت لو عايز توصل، انا عايزة اقول بس حاجة، انه مش هتفرق انت بتقبض 5000 10، مش هتفرق قوي، مش هتنقل من ليفل لليفل. لو مثلا مرتبك زاد 1000 جنيه او 2000 جنيه، مش كلنا هنبقى في نفس المستوى، في نفس الليفل. لكن زي ما قلت بتتنقل لليفل تاني لما يبقى معاك، يعني مثلا خلينا لو هنتكلم بالارقام، على الاقل يبقى معاك 50 مليون او 100 مليون. من هنا بقى نبتدي نتكلم ان اتنقلت من مستوى لمستوى تاني. فاحنا بنتكلم عن الفئة دي هتتعدى نسبتها كام؟ يعني 5% 10%. فلا مفيش داعي ان انا اقول ان في المليونيرات دول يعني بيصرفوا يمين وشمال بحقد، لانه اغلب الناس مش كده، ولانه اللي معاه الملايين دي من المؤكد عمل سلك طريق فيه مخاطرة، سلك طريق فيه بعيدا عن الوظيفة، بعيدا عن الوظيفة يعني اللي هي اللي بنقبض عليها مرتب. فلو انت موظف زي حالاتي وعايز تعمل مستقبل، اكيد مش عن طريق الوظيفة. السبيل الوحيد ليها هو التجارة. انا مش لاقية طريق تاني لان الانسان يحسن من دخله غير التجارة، لانه طول ما انت شغال عند حد او شغال بمرتب، انت هتفضل بتعاني من نفس المشاكل. بتعاني انك مش قادر تلاحق على الغلاء، مش قادر تلاحق على الطلبات. فالسبيل الوحيد هو التجارة، والتجارة فيها مخاطرة، انت كمان بتخاطر، انت مش عارف هتدرس ايه، هتعرف تبيع مش هتعرف تبيع، وعايزة صبر ونفس طويل، وعايزة حد فايتر يعني. الخلاصة يعني علشان ما دوش دماغكم، انه انت لو عايز تتنقل لليفل تاني، والكلام ليا لازم تشتغل في التجارة، وممكن يبقى ليك فرصة تانية، ويبقى ليا انا كمان، لان انا كمان بدور على الفرصة التانية دي، يبقى لي فرصة تانية اني اشتغل في التجارة، وعلشان اقدر احقق المستوى المادي اللي انا بحلم بيه. وطول ما انت ما بتعملش كده، فما تلومش غير نفسك. الفيديو ده انا هسيبه كده على القناة، اقعد ارجع له كل شوية عشان افكر نفسي وافكر الناس، كنوع من التحفيز، انه خدي الخطوة يا هبة واشتغلي في التجارة. شكرا، واشوفكم في فيديو جديد.